ومناسبة قمة المناخ ال27 أنا قررت النهاردة أخد شوية خطوات عشان أحافظ على المناخ والبيئة، وكلها حاجات سهلة وبسيطة، وهي إن أعيد تدوير شوية حاجات موجودة عندنا في البيت ومش بنستخدمها، وده لأننا هنقلل من كمية النفايات اللي طالعة من البيت، وبالتالي هتقلل من كمية النفايات اللي بتتحرق واللي بتسبب تلوث واحتباس حراري. البرطمانات مثلا ممكن نغسلها كويس ونشيل من عليها أي لوجو ونرشها بأي لون ونخزن فيها البقوليات أو الزراير أو أي حاجة خايفين إنها تضيع. ممكن كمان نحط فيها فرش الميك اب أو تبقى مقلمة أو نلونها بشويه حاجات ونحطها في الديكور. كاوتش العربيه اللي بعد ما بنغيره بنرميه وما بنبقاش عارفين نعمل بيه ايه، وبرده نتيجه حرقه بيطلع غازات سامه ومؤثره على المناخ. ممكن نغطيه بقماش شكله شيك وجميل ونعمل منه كرسي او ترابيزه، ده في ناس عملت منه مرجحه. الازايز البلاستيك او الجراكن ممكن نقصهم بطريقه معينه ونزرع فيهم او ننقل من خلالهم اي حاجه سايله او نسقي بيهم الزرع. وورق الجرايد والمجلات ممكن نديهم للاطفال ويقصوا بيهم اشكال وتتعلق في اوضتهم. واللبس القديم عندنا ممكن نضيف فيه شويه